السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باذن الله باش نبارطاجي معكم وصفه صابلي، صدقوني يجي من اروع ما يكون. تابعوا فقط الفيديو حتى للاخر. نبداو بسم الله على بركه الله. درت هنايا 250 غرام تاع الدهان اللي هو لو بوغ، ودرت عليه هنا 125 غرام تاع السكر كريستاليزي، السكر العادي. غادي هنايا نزيد نضيف عليهم 4 مغارف تاع الزيت النباتي، ونخلط هاد المكونات مليح مليح بالباتر. هنا بالنسبه للاخوات اللي غادي يسقسوني على لو بوغ اللي استخدمته، هنايا اللي تستخدموا لو بوغ تاعكم يكون فيه 82 ماتيير غراس، ننصحكم ببخيزيدا. بالنسبه للسكر انا توجور ندير السكر كريستاليزي باش كي يطيب الصابلي تاعي تقعد هذيك الكروستيونت فيه، يعني ما تروحلاش هذيك القرمشه. هنا كيما راكم تشوفوا خلطت مليح حتى تحول لي القوام تاع هذاك الزبده مع السكر اللون ابيض. غادي نضيف عليه حبه بيض تكون بدرجه حراره الغرفه، وغادي ندير عليه هنا لافاني. بالنسبه للنكهات نكهوه كيما تبغوا، الا بغيتو ديروه بالسيترون ديروه بالسيترون، نوازيت، بيستاش، كيما تبغوا. انا هنايا درته فاني، يعني صابلي تو سامبل وشوكولا. هنايا كيما راكم تشوفوا نزيد ندخل هذيك الحبه تاع البيض مليح مع الخليط، ومن بعد نجي هنايا نلم بالفرينه. بالنسبه للخميره ندير قيس نص مغرف صغيره، ما نكثرش خميره. اخواتي اللي عايشين هنايا الفرينه نستخدم تاع ليدل دائما وابدا، يعني ما نستخدمش فرينه اخرى. درت هنايا نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، نص مغرف صغيره هذه كافيه باش تمد الكاطو تاعنا خفه. نجي هنايا نخلط كامل المكونات مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. هنايا ما تعجنوش بات صابلي تاعكم، توجو خدموا لا بات صابلي تاعكم غير باطراف الاصابع كيما راكم تشاهدوا. ولموا العجينه تاعكم جينيرالمون غادي تديلكم اونتر 450 حتى 500 غرام تاع الفرينه، على حسب نوعيه الفرينه الا تشرب ولا ما تشربش. انا هنا دات لي 500 غرام. القاعده تاع الصابلي فيها 250 بيغ، 125 سكر و500 فرينه، يعني الدهان ويكون النص تاعه سكر والضعف تاعه الفرينه. هنا كيما راكم تشوفوا ما رانيش نعجن، راني نلم في العجينه تاعي غير بطراف صباعي. هذا هو القوام تاع العجينه، تكون عندي عجينه طريه. ونجي هنايا نخليها تريح، ومن بعد نجي هنا نحلها. جبت انايا هاد المول اوفال، قطعته ودرتها في الفرن طيب على 180 درجه، ومن بعد عمرتها هنايا بهاد الطوفيه بخاليني، يعني قاطو سهل ماهل تو سامبل ما فيش بزاف تعقيدات. ونجي هنايا كيما راكم تشوفوا نبلع الحبه مع الحبه، ومن بعد نجي هنايا نقلاصيه. بالنسبه للاخوات اللي عايشين هنا ننصحكم بالشوكولا تاع اوشو، هي الميور، يعني ما تخليكمش هذوك النقاطي تاع الماء، ديروا لها غير شويه تاع زيت. نقلاصي كامل الكاطو تاعي بهذا الشكل. ونجي هنايا غادي نزينه. انا هنايا خيرت نزينه بهذيك البودره يعني بتاع الدوغي، درت هكا في البانسو ايا، وبديت نشكل هاد النقاط بهذا الشكل. وفي الاخير ضفت له هنايا وريدات. هنا في الحق اخواتي كان في خاطري هذاك الموتيف هذاك تاع الريشه، ولكن ما لقيتش الموتيف هنايا، حوست عليه ما لقيتهاش، اكتفيت فقط بهذا الورود. غادي نكمل اخواتي نوري لكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي تاعنا كما راكم تشوفوا. كان ضمن الطلبيه بغيت نشاركها معكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غادي نقسم معكم حبه تشوفوا كي جا داير من الداخل. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.